هو ايه اللي ما يحصل يا جماعه في لبنان بقى يومين ده؟ البهوات في اسراء طالعين يشتكوا مصر رسميا وما يقولوا لكم المخابرات المصريه ما تتجسس علينا جوه لبنان. لا ده مش كده بس، كمان دول مراقبيننا جوه اسراء نفسها وكانهم شايفيننا بميكروسكوب. وفي نفس الوقت برضه الحزب اللي هناك في لبنان اما يهاجم المخابرات المصريه والدوله المصريه كلها. هو يا عمده لما يحصل بالظبط؟ وليه اسم مصر بقى فجاه كيف نص المعركه دي؟ وب يا حبيبي الشاي في الكوبايه وتعال نحكي واحده واحده الحكايه. يا اخوات العمده، بعد ما خلصت الجوله الاولى من الضرب اللي كان شغال ما بين اسراء وما بين الحزب اللي هناك في لبنان، قالوا لك خلاص يا بيكي احنا دلوقتي في وقف اطلاق نار. لكن الحقيقه ولا في وقفه حصل ولا اي حاجه حصلت. الانتهاكات شغاله ليل ونهار من جانب اسراء، وكل شويه يا اخواتي يخشوا يضربوا في جنوب لبنان. وكانت اخر حاجه لما ضربوا الضحايا الجنوبيه واستهدفوا القياد الكبير بتاع الحزب اللي هناك، وده خلى الدنيا كلها بدات تولع وكله قاعد يتكلم عن توترات كبيره جدا. التوترات دي مش بس يا بهوات على الحدود، لا ده جوه لبنان نفسها. يعني من الاخر كده الوضع شكله رايح على حته غامقه، واللي جاي كي واضح انه طين. راحت مصر على طول بدات تتحرك، ورئيس المخابرات المصريه اللي هو حسن رشاد راح حاطط شنطته على ظهره وطلع على لبنان الشهر اللي فات، وقابل هناك الرئيس اللبناني العماد جوزيف، وقابل مسؤولين كبار، وفي ناس اما تقول لك ان هو قابل جماعه من الحزب اللي هناك. وراح وزير الخارجيه المصري اليومين دول زار لبنان، والرئيس السيسي نفسه كلم العماد جوزيف قائد الجيش اللبناني. يعني من الاخر كي مصر هي اول دوله بدات تتحرك وبسرعه وتعمل تحركات متتابعه على طول ورا بعض. كل ده طبعا مش عشان ندخل في حرب، وكل ده اما تعمله مصر عشان تمنع الحرب. وخدوا بالكم التحركات دي مش جايه وبس كده، دي جايه في اطار تحركات دبلوماسيه دوليه. مصر يا بيه مع السعوديه مع امريكا مع فرنسا اما يحاولوا يهدوا النار قبل ما الدنيا تولع، لان الكلام كله لما يتقال دلوقتي ان اسراء ناويه تعمل حرب شامله ضد لبنان، وده اللي مخلي يا بهوات مصر مستعجله جو وعايزه تخلص الموضوع ده بسرعه. رئيس المخابرات المصري لما راح قال للبنانيين على طول بصراحه لازم السلاح يكون في ايد الدوله اللبنانيه بس، والجيش اللبناني يا بهوات هو اللي يتحرك لوحده. ومن الاخر كده عماد جوزيف لازم نمنع اي فوضى واي اقتتال داخلي يحصل بينكم، لان الدنيا في لبنان برضه مش سهله، سنه وشيعه ومسيحيين وطائف كتير جو، ولو مسكوا في بعض مش هيسيبوا بعض ابدا. وراح اللواء حسن رشاد قال لهم مصر جاهزه انها تلعب دور الوسيط ما بين لبنان وبين اسراء، والكلام ده عماد جوزيف مش هنعمله كيف الديره، ده هيكون برعايه امريكا والسعوديه. عشان من الاخر كده يا عم عماد او يا عم جوزيف احنا لازم نوصل بسرعه لتهدئه شامله ونروج الدنيا بيهم. مصر كمان لما تحاول تهدي الدنيا جوه لبنان قبل الحرب ما تيجي عليهم من بره. المشكله بقى ان وزير الخارجيه المصري لما راح بيروت قال كلمه خلى الدنيا جوه اسراء تتشقلب كلها. ايه يا عمده اللي حصل؟ قال ايه بالظبط؟ قال لهم مصر اما تلعب دور رادع لاسراء عن اي عدوان محتمل قريب. ايوه طب يا عمده ايه اللي زعلهم في الكلام ده؟ والراجل قال حاجه؟ طلعوا الجماعه في اسراء قالوا لك ايوه يا باشا قالوا واحنا زعلانين ومتضايقين. ايه رادع دي؟ يعني ايه دور رادع؟ يعني رادع يعني هنرضحكم، يعني هنسككوا على حناكوا قبل ما تتكلموا ولا تعملوا اي حاجه حتى. فالجماعه بتوع اسراء قالوا لك لا يا باشا مصر المفروض تتكلم بلغه هاديه شويه وتتكلم كلام دبلوماسي وما تقولش رادع دي. خلاص يا عم بلاش رادع دي، هنلعب دور مانع، هنمنعكم من اي عدوان في المستقبل ضد اللبنانيين. قال لك لا برضه ولا مانع مش عاجبنا، امال انتوا عايزين ايه يا عم بالظبط؟ قالوا لك لا يا مصريين انتوا المفروض تقولوا انكم هتقنعوا اسراء بالعدول عن اي عدوان في المستقبل، يعني هتقنعونا مش تردعونا. نقنعكم صح، حاضر يا حبيبي نبقى نقول كل المره الجايه ان شاء الله. بس من الاخر كده يا جماعه الرساله واضحه من مصر ان احنا هنمنع الحرب دي انها تقوم باي شكل. ومن الاخر كده يا جماعه الكلمه دي هي اللي خلت اسراء انها تهاجم مصر وتشتكيها، وطلعوا قعدوا يزعقوا ويصوتوا ويقولوا لك مصر اما تتحرك على الارض بشكل مريب. طب اسكت، ما تخلينيش اقول لك كلمه عيب. ايوه يا عمرو طب فهمنا، هي اسراء اما تقول ايه بالظبط على مصر؟ اقول لك يا حبيبي اسراء اما تقول ان مصر عندها استخبارات قويه جدا جوه لبنان. قالوا لك مش بس كده، دول كمان اما يراقبوا الجيش بتاعنا مراقبه جامده جو وباصين علينا كانهم شايفيننا بميكروسكوب، واما ينقلوا كمان كل تحركات الجيش بتاع اسراء للجماعه في لبنان. وراحوا قالوا للبنانيين ان مصر اما تسحب فرق عسكريه من الجنوب وتطلعها فوق عندكم في الشمال. ويا عيني بقى الجماعه في اسراء فاهمين الكلام ده غلط، واما يقولوا لك ان مصر كان ما تتجسس علينا. قالوا لك ده مش بس كده كمان، ده مصر كمان قالت لهم ان العمليه الكبيره اللي هتعملها اسراء في لبنان قبل 30 ديسمبر السنه دي. وطلعوا على طول بسرعه المصريين بلغوا اللبنانيين بالكلام ده وبميعاد العمليه، وده بقى خلى اسراء يا باشا تهيج جو وتتجنن، وقالوا لك مصر يا باشا اما تساعد اللبنانيين وبتساعد الحزب اللي هناك وده غلط وممنوع. مصر يا جماعه اما تعمل كده عشان خاطر بتحاول تمنع المصيبه قبل ما توجع. لكن اللي عايز اقوله لكم بقى ان كل الكلام ده مش هو اللي فارق جو مع اسراء، يعني كل البلاوي اللي حكيتها لكم ده وكل الزعيق اللي زعقته اسراء ده مش هو ده اللي فارق معاها جوي. اقول لك ايوه يا حبيبي في حاجه تانية هي اللي مضايقه اسراء جدا وواجعه دماغ النتن وعامله له يا جدعان شويه صراصير في نافوخه. والحاجه دي يا جدعان ان مصر بدات تحشد جيشها
قواتها باعداد ضخمه جدا اكتر من اليومين اللي فاتوا جوه سينا. واسراء بقى هتتعفرت من الموضوع ده وبتقول لك ان مصر اما تعمل مناوره ضدنا وبتحاول تضغط علينا. مصر يا بهوات اما تلعبها الصح ورجعت تاني تشتغل بشغل حلك حوش وشغل المخابرات اللي كنا ما نعمله في 73. مصر قالت لك طالما اسراء ناويه تحشي جيشها ناحيه الشمال عند لبنان يبقى احنا على طول هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نحرك جيشنا ناحيه الجنوب على حدودهم عدل عشان البهوات يحس ان عندهم ضغط من الناحيتين من الشمال ومن الجنوب، فيبدا بقى يعملوا ايه؟ يسحبوا قوات من فوق من الشمال يرجعوها تاني عند الجنوب. وطبعا الصراع عدد القوات والفرق اللي في الجيش عندهم قليله، خصوصا ان هم يا جماعه استدعوا كل الاحتياطي، ده غير ان عندهم مشاكل في التجنيد والجماعه اللي هناك كلهم مش راضيين يروحوا الجيش. اللي بيحصل من مصر يا جماعه ده مش سهل، دي تحركات في الوقت الصح والحركه يا بهوات في التوقيت السليم تساوي 1000 دبابه. الغريبه بقى ان بعد ما اسراء اشتكت ان مصر بتساعد لبنان ايه اللي يحصل بقى؟ حاجه غريبه جدا، تطلع الجريده اللبنانيه المعروفه انها بتتكلم باسم الحزب اللي هناك وتقول ايه بقى؟ تهاجم في مصر وفي الدوله المصريه وتقول لك ان وزير الخارجيه المصريه اما يتكلم بتعالي واما يؤمر اللبنانيين والحكومه اللبنانيه وبيتعامل كانه واصي عليهم. اللي عايز اقوله لك يا حبيبي ان مصر مش اما تتامر على حد، مصر هي الوحيده اللي قادره تقول الحقيقه. مصر اما تقول للبنانيين البلد هتغرق لو ما توحدتوش كلكم حوالين الدوله والجيش اللبناني، وانت في الاخر يا بيه طالع تهاجم مصر عشان اما تقول لكم كلمه الحق وبتحاول تساعدكم وتقف مع الشعب اللبناني. المشكله بقى ان الرئيس اللبناني العماد جوزيف مش قادر يتحرك ولا ياخد موقف مع الحزب اللي هناك، لان للاسف يا جماعه الجيش اللبناني امكانياته محدوده وضعيفه جدا، لا عنده طيران ولا مدفعيه تقيله، كل اللي عنده شويه رشاشات على مدافع بسيطه على شويه حاجات كده يعني يا جماعه ما تقضيش مصلحه. فمصر اما تقول لهم ان الحل سياسي مش عسكري، مصر اما تقول للحزب اللي هناك سلم سلاحك للدوله وسيب الشعب اللبناني يعيش في سلام وامان، لان هي دي يا حبيبي حجه اسراء اما يقولوا لكم لو السلاح اللي مع الحزب اللي هناك ما تنزحش احنا مش هنسكت وهنخش عليكم ونعمل فيكم زي ما عملنا في القطاع. ده مش بس كده، كمان امريكا هتقف معاهم والموضوع هيبقى كبير. وفي الاخر بعد ده كله الحزب اللي هناك طالع يقول لك ان مصر اما تتكلم باسم اسراء وبتلعب لصالحهم وواقفه معاهم وبتضغط علينا. يا ده وانت تعبان وانت في حاجه في دماغك لما لسه بتوع اسراء اما يشتكوا مصر انها واقفه مع اللبنانيين؟ يا جماعه مصر اما تحذركم اللي دخل على لبنان ده اكبر من مجرد اشتباك حدودي، ومصر دلوقتي اما تحاول تمنع الفاس قبل ما توجع في الراس. وبعدين لا مؤاخذه يعني يا حزب اللي هناك تقدروا تقولوا لي انتوا عملتوا ايه للبنان ولا لبلدكم؟ هتطلع تقولوا لي احنا وقفنا مع الحركه اللي في القطاع وساندنا المقاومه ودافعنا عنهم وتحركنا معاهم، ايوه والنتيجه كانت ايه؟ ادي اسراء دخلت وسيطرت على القطاع كله، وكمان جنوب لبنان اللي ما كانتش فيه دخلت وسيطرت عليه كله برضه، وانتوا يا بهوات غرقانين لشوشتكم وكل قياداتكم بقوا في ذمه الله. يا ده انتوا منظركم بقى يضحك، اختشوا على روحكم. يا ده انتوا نص اللي في الحزب عندكم شغالين مع النيتن. تقدروا تقولوا لي عملت ايه؟ طب بلاش ايران يا جماعه لما تاكلكم وتشربكم وتجبطكم وتلبسكم عملت ايه؟ يا كمان ما عرفتش برضه تعمل حاجه. وبعد ده كله طالعين تغلطوا في مصر اللي واقفه معاكم مع الشعب اللبناني، طالعين بتنتقدوا مصر وتهاجموها دلوقتي. يا جماعه انا ما عنديش غير حاجه واحده اقولها لكم، انا بشهد عليكم الشعب اللبناني الحركه دي هتضيعكم، ومصر اما تقولها لكم صريحه حطوا ايدكم كلكم في ايد الجيش والدوله اللبنانيه. تاني ها افهموا قبل الفاس ما توجع في الراس، البلد هتضيع البلد هتضيع، شيروا لهم وابعتوا لهم.